أهمية الزوايا في المجتمع قديما وحديثا. في معمرين ذي ثمورث النغاوك ذي ثمورث الجزائر، الله يبارك ساعة زردام قرآن اسمي سكري ذواليس ثيم عمرث مدينة ثيم عمرث معناه تعمر، يعني أتعمر اللغن سموسني وتعمر أولون الإيمان والتقوى. المصطلح ثيم عمرث له مقاصد وله معاني. من معاني ومقاصد كلمة ثيم عمرث أنها تعمر وتملأ العقول بالعلم والمعرفة، وتملأ القلوب أيضا بالإيمان والتقوى. لذلك ثيم عمرث أو الزوايا أدت دورا كبيرا في بلادنا عموما وفي المنطقة خصوصا. أدت وقامت بدور علمي تربوي وبدور اجتماعي إصلاحي. علمت القرآن الكريم وعلمت اللغة العربية وربت وأدبت ورافقت المجتمع من خلال الإصلاح، من خلال العمل الخيري المتنوع. في معمرنا مثلا سلم ذنب صغرت ولا ربي، في معمرين تربيت، في معمرين ربت دير قزن وذين تحصان ذين تزراني الثورة. أشحال المجاهدين، أشحال رجال المقاومة منذ الاحتلال الفرنسي للجزائر، بل عبر العصور مع جميع الحقب التاريخية دائما الزاوية كانت حاضرة في معمرين. سفرنت دير قزن، سفرنت دير عرضيا، ربانت صغرانت، عاونت يهليلا، عاونت مغذان، فرانت ثيلوفا وهورن يتسمقارن يمذانا ذي ثلاث سنة. وكذلك نقطة أخرى نشير إلى أن الجزائر عموما الحمد لله أنجبت الكثير من العلماء. صدقوني يا سادتي، صدقوني يا سادتي الأفاضل، يعني من خلال بعض الرحلات خاصة إلى بلاد الحرمين الشريفين والبلدان الأخرى وجدت آثارا تدل على المسير. كبار علماء الدنيا من الجزائر، سواء في خدمة القرآن، في خدمة السنة، في خدمة الحديث، يعني في كثير من فنون العلم والمعرفة سجلوا حضورهم الفعال في جميع فضاءات العلم. في غادي غير مسنون تموت الجزائر الله يبارك جاند الاثر ذا قرآن، جاند يروج ذا قرآن، ماشي ذا نحكوا الساعة، ولكن كانت تكفي الإشارة أنف لنو يعني يشرح السنن في صلى الله عليه وسلم أول من شرح صحيح مسلم جزائري في المسجد النبوي. وقد يأتي إن شاء الله تكون فرصة من الفرص للحديث عن هؤلاء العلماء الأعلام، ونجيب لكم الأدلة على وجه القطع واليقين التي تبين بوضوح حضور هؤلاء العلماء حضورا فعالا في جميع فضاءات العلم والمعرفة. ذي المنطقة يجي المكثي الشيخ ومقارن عيسى بن مسعود المنقلاتي، ومقارن جدي منقلات. هذا العالم الجليل حفظ الموطأ كاملا، وحفظ كذلك المختصر الفقهي سيدي خليل في زمن قياسي 3 شهور ونص. 3 شهور ونص يحفظ هذا المختصر الفقهي، حفظه. وكذلك شرح صحيح مسلم. نتحدث عن الشيخ أبي علي الزواوي، الشيخ رزقي الشرفاوي الأزهري، والشيخ المولود الحافظي وغيرهم من العلماء. فقط تكفي هذه الإشارة باش نقول بأن هؤلاء العلماء خلفوا ميراثا قيما ثريا لابد أن نجتهد لنكون من ورثته. فهؤلاء ما خلفوا عقارات أو منقولات، وإن خلفوها فهي قليلة وهي لورثتهم لقراباتهم، ولكن ميراثهم العلمي هو ميراثنا جميعا. لابد أن نعمل لنكون جميعا في مستوى ميراث هذه التركة التي تنفعنا في الدنيا وفي الآخرة. يمسنونا كي جاند يروج ذا قرآن، جاند تركة تسام قرآن، تركة ماشي تسمورث ماشي تزمورث، ولما جالسيد الدريان سنة إمولا نسن، ولكن جانا غيد تركة تسموسني ثم قرآن أوها ربي نحرشها وكان معاونا فوز دكفوس باش إن شاء الله تعالى
أنورث التركة إذا غدي جان باش أسيدي نجي نقورا ويتسجات إيوا.